والله حرام. حرام، اقسم بالله اللي بيحصل ده حرام. الاهلي بيتعادل مع بورتو 4-4 وبيقدم مباراة للتاريخ. للتاريخ. اجوان عظمة وحاجة عظمة. انا بجد انا مش عارف اقول ايه. الاهلي مضيع 10 يعني 6 جوان. 6 جوان غير الاربعه. الاهلي يكسب المباراه دي 10-4 مستريح. 10-5 بالكتير قوي. بورتو ما ضيعش جوه كتير. الاهلي مضيع. بن شرقي مضيع انفرادين، جراديشار انفرادين، عمر كمال انفراد، قفشه. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي يا جدعان؟ ازاي؟ ولكن حتى لو كان الاهلي كسب بورتو بالميراث اتعادل مع انتر ميامي والاثنين بقوا 5 نقط، فخلاص حتى الاهلي لو كان كسب كان هيبقى 4 كان طالع. ولكن الفوز ده كان يفرق معانا جامد جدا. كان هيبقى فوز معنوي. الحظ. بلوم على المدرب في حاجه واحده بس. ايه هي؟ ليه تريزيجيه؟ ليه؟ طب ما انت كنت تنزل بن شرقي عادي وتطلع حسين الشحات. يعني ليه تريزيجيه؟ ليه؟ معرفش. يعني انا مش عارف. يعني انا شايف ان كان تريزيجيه كان هيبقى افضل. جراديشار نازل مش مركز. الدنيا زي الزفت. لعيبه الاهلي كل واحد عايز يجيب جون في الاخر. كل واحد بيروح عند الجون هوب بيشوط بيشلت. اخر كره محمد هاني اللي شفناها بيشلت. مش عارف. انا مش عارف في ايه. يعني ليه بنعمل كده؟ احنا النهارده كنا قادرين نكسب 6 7 8 مستريح. بن شرقي لوحده مضيع انفرادين. ليه يا جدعان؟ ليه كنا كسبنا؟ الفوز ده كان هيريح جماهير الاهلي شويه. كان هيطمن جماهير الاهلي شويه. كان هيهدي جماهير الاهلي شويه. مش لما انتوا عندكم شخصيه كده ما عملتوش ده كده ليه في الاول؟ كاس العالم ده ضاع بسبب الفرص الضايعه. انت مضيع قدام انتر ميامي 5 6 كور. مضيع قدام بورتو 8 9 10 كور. لك ان تتخيل ان انت عامل 21 محاوله في الماتش. 21 محاوله كتير قوي. ازاي تجيب 4 اجوان بس؟ الدفاع عليه كلام كتير جدا. اشرف داري مش تقيل. لا الاهلي محتاج وينج شمال. محتاج باك شمال. محتاج مساك قوي جدا او اتنين. محتاج باك يمين قوي جدا لان محمد هاني النهارده تعب. الاهلي محتاج يدعم خط الدفاع. محمد بن رمضان كواليتي عالي جدا جدا جدا. لعيب بجد في نص الملعب النهارده. لعيب قوي جدا. 4 مراوغات ناجحين في الشوط الاولاني. 4 من 4. محمد بن رمضان عالي. اعذروني عشان صوته رايح لان انا قعدت اشجع كتير جدا بجد يعني. ولكن الاهلي النهارده مش ايه ده؟ مباراه عظمه. والله العظيم لو بنلعب كده من اول البطوله كنا صعدنا مستريح. انت كنت كسبت انتر ميامي وتعادلت مع بالبراس وكسبت بورتو اللي احنا كنا خايفين منه النهارده تعادلنا معاه وعامل عليه ماتش عظمه. وهو اللي راجع عليك. ما عملتش كده من الاول ليه؟ حرام والله العظيم اللي بيحصل في جماهير الاهلي ده. احنا قاعدين مستنيين كاس العالم من بدري. عمالين نقول يلا وبنجهز وبنحضر وي. ريبيرو النهارده ادار المباراه بشكل كويس جدا. كل حاجه صح باستثناء اللعيبه لما بتيجي اللمسه الاخيره. النهارده جراديشار انفراد تام. بيستلم الكره خبطت في رجليه وراحت للجون. عمر كمال عبد الواحد الجون طلع وكل حاجه لو حطها لجراديشار جون. اشرف بن شرقي انفراد والتاني جون. خلص الماتش ممكن يضيع منك بسبب فرص كتير. المدرب لازم يكون النهارده حازم مع الكور دي. لازم يوريهم العين الحمراء لان اللعيبه بدات تتدلع. بدا يحس بنجوميتهم. كل واحد عايز يجيب جول وانت لسه في اول الموسم بتاعك. لسه بتقول يا هادي. لسه عامل الصفقات وبتجربها. ديانج ما يقعدش. ديانج ما ينفعش يقعد. ديانج قوي جدا 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 وبيطلع بالكرة كويس جدا. طور الحته دي عنده. والنهارده نص الهجمات المرتده طالعه من عند ديانج نزل قفل نص الملعب. في اخر الماتش محمد هاني تعب ودخل للنص وديانج اللي بيروح باك يمين. ديانج فاهم هو بيعمل ايه. انت مفتقد لامام عاشور بجد. لعيب اتصاب انا مفتقد له 100%. حرام بجد النهارده اللي حصل ده حرام. انا كنت محتاج اكسب عشان احس ان الاهلي. للناس اللي كانت بتقول لك الاهلي هيتزايل. الاهلي ما تزايلش المجموعه. الاهلي الثالث. ولكن حرام. الاهلي كان يطلع المجموعه دي اول مستريح. لو دخل البطوله من بدري كان طلع اول مستريح.
لو الاداره كانت عملت لريبيرو مباراتين ثلاثه قبل البطوله، مباراتين ثلاثه، كان قدر يجرب اللعيبه وفهم اللعيبه دي وكان عمل مباراه قويه. كل حاجه حصلت غلط قبل البطوله. وسام ابو علي اطلب فيه 20 مليون مستريح. وسام ابو علي مهاجم سوبر، النهارده متصنف كلاس ايه. انت عندك لعيبه قويه جدا جدا جدا، تقدر تهيمن على كل البطولات المحليه والافريقيه. حرام بجد يا جدعان، اللعيبه دي لو فضلت تضيع كده حرام. حسين الشحات لعيب سيء، ماشي. قفشه لعيب بطيء جدا جدا جدا، على ما بيستلم وبيفكر موضوع الكره دي خلصت من زمان يا قفشه. النهارده الريتم وانت بتستلم بتبقى محضر انت هتعمل ايه، لكن كده اوفر، كده كتير يا قفشه. النهارده الاهلي حرام يخسر، والله حرام. كل حاجه عملتها صح الا اللمسه الاخيره. حلم المونديال ضاع وطلعنا من المونديال، طلعنا من كاس العالم للانديه للاسف الشديد. انا بجد انا محبط، بجد محبط جدا جدا جدا. الهدف الاول ترجع بورتو، الهدف الثاني يرجع بورتو، الهدف الثالث يرجع بورتو، الرابع يرجع بورتو، واللي احنا حذرنا منهم هم اللي جابوا الاجوان. رودريجو مورا وقلنا سامو. يا جدعان ازاي في الكورنر سامو متساب لوحده، بيكهام سايبه لوحده خالص، طالع الراجل راكب الكرة ولاعب بالدماغ مستريح، هفوات دفاعيه خطيره. النهارده الدفاع بتاعك لو قوي شويه كنت طلعت من المباراه دي ما كانت كسبان. في ماتش بالميراث انت خسران بسبب هفوات دفاعيه برضه، من كرة ثابته تمركز خاطئ هوب جون، مرتده تمركز خاطئ هوب جون. الشناوي ما بيطلعش على الكور الشناوي انا شايف ان هو كفايه كده، شايف ان ادي الفرصه لحد تاني، ادي الفرصه لمصطفى شبير. مصطفى شبير الرياكشن بتاعه اقوى، بيطلع في الكور العرضيه وياخدها، بيطلع في الضربات الثابته وياخدها، بيلعب برجليه كويس جدا. لازم الاهلي يفكر يقعد يعيد هيكله القصه دي كلها. في لعيبه انت لازم تقف عندها وتقول لها كفايه كده، وفي لعيبه لازم تقف عندها وتبني عليها. الدفاع في الاهلي مشكله. الباكات النهارده ما بيساعدوكش. الكره الوحيده اللي اتعملت عرضيه جت جون، الكره اللي عملها محمد هاني وسام ابو علي هي الوحيده اللي جت جون. حرام والمصحف حرام تعبنا. انا بجد بجد مش عارف، والله ما عارف اقول ايه، مش عارف. انا كنت حاطط امل كبير في كاس العالم غير كده خالص. اللعيبه خذلتنا برغم المباراه الجامده جدا اللي عملها قصاد بورتو، ولكن المباراه خذلتنا. الاهلي خذلنا فعلا في كاس العالم. احنا ما كناش متوقعين ان احنا نطلع من المجموعه، مستحيل. انتر ميامي يصعد، انتر ميامي التعبان ده يصعد ازاي؟ واللي انت خايف منه ما صعدش، بورتو ما صعدش. واحنا قلنا قبل البطوله يا جدعان بورتو قليل، اقوى فريق بالميراث، بورتو قليل جدا. حرام اقسم بالله حرام، اقسم بالله اللي حصل ده حرام. استنونا بقى بفيديو جديد وتحليل جامد جدا جدا لكل الملخص بتاع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. هنقول لكم ايه الاسباب كلها في ان الاهلي خرج من دوري المجموعات. سلام.